السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله، مع فيديو جديد وموضوع جديد بإذن الله. الناس كلها سألتني عنه، أسئلة كتير في الكومنتات وفي الخاص وفي كل حتة، فإن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة اللي جات لي بمناسبة الموضوع ده، ألا هو التعليم الموازي وجامعات الأزهر. أسئلة كتير جات لي عنه، من السنة دي ولا السنة الجاية ولا إمتى، وهيكون مصاريفه كام وتنسيقه كام، وايه هو اصلا التعليم الموازي، وايه الفرق بين ده، وهل هيأثر على التنسيق ولا لا، وده السؤال المهم. فان شاء الله هنجاوب على كل الاسئله في الفيديو ده باذن الله. تمام، سمي الله صلى على رسول الله. في الاول كده قبل ما نبدا، لايك على الفيديو، شير الفيديو لاصحابك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. وطبعا اول باول ان شاء الله هننزل فيديوهات كتير ممتعه باذن الله. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا التعليم المنزل ده مش اسم غريب الصراحه، يعني هو كان من 2020 كانوا بيفكروا فيه ان هم هيدخلوا في تعليم موازي في كليات الطب، كان مقابل 50,000 جنيه، ده اللي هو من 2020 من 4 سنين. بالنسبه للتعليم الموازي ده هو عباره عن ان انت هتكون طالب ازهري زيك زي الطالب اللي هو داخل مجموعه، بس انت كان ناقص لك مثلا شويه درجات. تمام، بس انت عايز تدخل الكليه اللي هي اعلى من مجموعك بشويه درجات، دول هتدخلها بكام؟ هتدفع مثلا فلوس مقابل الدرجات اللي انت هتدخل بيها دي. تمام، طب هتدفع كام؟ لسه والله المصاريف ما اتحددتش. طب التنسيق بتاع الكليات كام؟ ما اتحددتش. بس المعلومه اللي عرفناها عن التنسيق ان انت التنسيق بين التعليم الموازي وبين بين الازهر العادي، يعني هو هيكون فوق طبعا، وبين التعليم الموازي اللي تحتيه مش هيعدي 5%. تمام، طبعا هو مش هيوصل 5% اصلا، يعني هو اخره 2%، 2.5 ده لو زاد يعني. تمام. ده بالنسبه للتعليم الموازي. تمام، طب ايه الفرق بين التعليم الموازي والخاص؟ هو الفرق بين التعليم الموازي والخاص اولا هيكون في السعر، يعني عمر الازهر ما هينزل تعليم موازي زي الخاص، يعني لان هو لو نزل نفس السعر بتاع الخاص فاخش خاص طبعا، يعني ده سؤال ما يتسالش يعني. تمام، طب ايه الفايده منه؟ هو الفايده منه طبعا انت اولا بتكون برضو خريج ازهري بدل ما تبقى خريج من كليات العام، وطبعا بقى انت بتتعلم برضو في الازهر يعني فقه وحديث وحاجات من دي، بتحفظ قران برضو يعني. فدي برضو من مميزات التعليم الموازي. طبعا من المميزات برضو ان انت لما تروح جامعه الازهر وهتشوف الدنيا قدامك، هتلاقي طبعا بنش معمول وارضيه وبتاع، والدنيا قديمه خالص، الجامعات قديمه خالص. فطبعا هم عايزين يجددوا حاجات، عايزين يعني في ادوات ممكن كتير، يعني مثلا تجارب كتير قوي، وانت بتاخد مثلا في علم الحيوان هتلاقي تجارب كتير انت بتعملهاش، انت بتعمل مثلا 3 4 تجارب بالحاجات اللي هي يعني المتاحه عند اي حد، يعني ممكن تلاقي في المكتبه يعني. من الاخر كده يعني هم عايزين مثلا الفلوس اللي هتدفع ديت يظبطوا بيها البنشات، يظبطوا بيها المدرجات، يظبطوا بيها الكليه ذات نفسها، يجددوا حاجات، يجيبوا ادوات مثلا ما كانتش موجوده يتيحوها للطلبه. يعني هم من الاخر عايزين يحسنوا التعليم وعايزين يحسنوا مستوى التعليم بالنسبه للي داخل في الجامعه، سواء بمجموعه او داخل تعليم موازي. وبرضه من ناحيه برضه هو بيوفر عليك وبيخليك برضه طالب ازهري زي ما انت. طبعا اول حاجه التعليم الموازي مش متاح لطلاب العام، متاح لطلاب الثانويه الازهريه فقط. وطبعا هيكون التعليم الموازي متاح في جامعات الازهر اللي في القاهره بس، يعني مش هيبقى متاح في الجامعات اللي اقل من كده. طبعا السؤال المهم هو هل هيأثر على التنسيق؟ هو اللي اتقال انه مش هيأثر على التنسيق. تمام، هو طبعا امتى ما يأثرش على التنسيق وامتى يأثر على التنسيق؟ نفترض مثلا ان الطب بشري القاهره بياخد كل سنه 300 طالب، فهو هياخد 300 طالب وهيحط عليه مثلا 100 طالب مثلا، يعني او 150 طالب. تمام، ال 150 طالب دول اللي هيحطهم، لو هو التزم بال 150، يعني قال 150 وحط لهم تنسيق لوحدهم والتزم بيهم، كده التعليم الموازي مش هيأثر على التنسيق العادي، لان ال 300 دول خلاص هم معروفين ان هم 300. تمام، مش هيأثر على التنسيق العادي. طب هل هو مثلا لو 150 قال لك احنا مثلا ممكن نخليهم 200، بعد ما طبعا عمل تنسيق لل 150، فهو لو زود عن العدد اللي محطوط للتعليم الموازي لا كده هيأثر على التنسيق. بس لو أثر مش هيأثر يعني نسبة كبيرة يعني، بس برضه هيأثر على ناس تانية كانت هتدخل بهم يعني. بس إن شاء الله الموضوع ما يأثرش، وهو ده هيكون أفضل برضه يعني، عشان ما نظلمش الناس اللي هي يعني مش مقتدرة ماديا إنها تدخل تعليم موازي. أو هيكون متاح لأن الكليات هيكون متاح بإذن الله لطب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة وتمريض. وهل التعليم الموازي ده هيطبق السنة دي؟ بإذن الله هيطبق من السنة الجاية اللي هي هتبدأ بعد شهر ونص ديت. بإذن الله يكون مطبق التعليم الموازي. طبعا ده غالبا دي أغلب الأسئلة اللي جت عن التعليم الموازي. طبعا هنراجع تاني. التنسيق ما اتحددش، المصاريف برضو ما اتحددتش. طبعا مصاريف المعلومة الأكيدة إن هو عمره ما هيبقى زي الخاص، يعني مستحيل يعني، بس برضو مش هيبقى رخيص قوي يعني، لا هيبقى رخيص قوي ولا هيبقى غالي قوي، يعني هو هيبقى في المتوسط كده. طبعا قلنا لطلاب الازهر فقط مش لطلاب العام، هيكون في جامعات الازهر في القاهره بس. وطبعا التعليم الموازي ده انت زيك زي الطالب اللي داخل بمجموعه، بس الفكره ان انت بتدفع فلوس زياده، وان الهدف منه تطوير التعليم وتطوير يعني الجامعه ذات نفسها والمدرجات والحاجات ديت والسكاشن، وان هو مثلا لو في ادوات مش موجوده يجيبوها وهكذا.
فده الغرض من التعليم الموازي يعني. طب هل هيأثر على التنسيق ولا لا؟ اللي اتقال انه مش هيأثر على التنسيق، وقلنا ليه مش هيأثر وليه هيأثر. يعني هو لو خد الطلبه اللي اتفق عليها ان هو مثلا هياخد 150 طالب، مش هيزود عليهم تعليم موازي وحط لهم تنسيق وظبط الدنيا بتاعته كده، وهم فعلا 150 طالب، فكده مش هيأثر على التنسيق. انما لو 150 بقوا 200 فكده هيأثر على التنسيق يعني. تمام، بس باذن الله ما يأثرش على التنسيق ولا حاجه، عشان ما نظلمش الطلبه اللي هي مش مقتدره ماديا ديت. وبس يعني اعتقد هو دي اغلب اسئلتكم عن التعليم الموازي. طبعا لما ينزل ان شاء الله التنسيق هننزل عنه فيديو باذن الله، ولما ينزل ان شاء الله برضو المصاريف بتاعتها برضو هننزل فيديو باذن الله يعني. وبس ما تنسوش بقى تتابعوا معانا، ولو مهتم بالتفاصيل اللي جايه باذن الله ما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر تشوف كل جديد. طبعا لايك على الفيديو وشير الفيديو لاصحابك. بس كده، ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لي معاكم، ما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه وفي كل مكان، ربنا يا رب ينصرهم. بس كده، كان معاكم اخوكم محمد عبد الحميد. طبعا هتلاقي لينك جروب انت ده تحت لو حابب يعني ان حد يساعدك في ورد القران واذكار الصباح وبوستات تحفيز وحاجات من ديت، وان شاء الله دايما مكملين مع بعض. فما تنساش برضو تعمل هناك انضمام في قناه التليجرام ديت، هتفيدك باذن الله. بس كده، هتلاقي لينك حساب الانستا وتيك توك تحت لو حابب تبعت اي حاجه. وبس كده، تصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.